الاقي اطفال يعمل لي حرف التاء كده، ده غلط. طيب يلا بقى مع بعضينا بعد ما شرحنا الاشكال دي كلها هنمسح الجزئيه دي وهنعرف بناتنا واولادنا ازاي نكتب حرف التاء. السطر اهو، اول حاجه بقول لابني في عندكم طريقتين لكتابه الطبق بتاع حرف التاء. اول طريقه زي كتابه حرف الباء، اللي هو بقول له ايه، بقول له اهو خط قاعد على السطر اهو وليه دراعين فوق السطر اهو، دي طريقه وادي النقطتين، دي طريقه. الطريقه الثانيه يا مس زينه بقول له ايه، اقول له اكتب واحد صغنون خالص على السطر اهو، انا عامله واحد صغنون خالص، واقول له من الواحد ده يلا خد شرطه اهي واطلع واحد تاني صغنون، واروح عامله نقطتين. يبقى تاني الطريقه بتاع كتابه حرف التاء تاني، عندك طريقتين ايهما اقرب لطفلك استخدميها. مفيش حاجه اسمها طريقه صح وطريقه غلط في الكتابه الا لو هكتب بطريقه غير مظبوطه. يعني ما ينفعش مثلا اخلي طفلي يكتب لي من الشمال، انا بشوف اطفال كتير كده بينقطوا الغلطه دي، فرجاء رجاء 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 بلاش نخلي اولادنا يكتبوا الحرف العربي من الشمال لليمين، دي مشكله كبيره على فكره مش قليله. غلط. يعمل لي كده اهو، بصوا يعمل لي كده غلط. ايه الصح؟ طريقتين، يا اما هقول له يعمل لي خط على السطر كده وادي الدراعين الاثنين اهو ايهما اقرب، او هقول له واحد صغير واقف على الخط اهو ما ينزلش تحت السطر، اكد عليه الحروف الطبقيه الباء والتاء والثاء ما ينزلوش تحت السطر خالص، واحد صغنون اهو، واقول له يلا منه بقى كده لف واطلع واحد ايه تاني صغير لفوق، وادي الايه وادي النقطتين، دي صح ودي صح. انما كده غلط، كده غلط، ما ينفعش اعمل كده اهي كده، دي غلط. اي حرف يتجاب من الشمال لليمين او يتجاب بطريقه غلط ما ينفعش. تمام؟ الطريقه الصح لكتابه حرف التاء زي ما قلت لكم. طبعا التاء المدوره دي سهله، التاء المربوطه سهله اهي. اقول له اعمل حرف د كده واروح قافلها كده اهو، اعمل حرف الدال على السطر اهي واقول له روح قافلها كده اهي. التاء المربوطه سهله، حرف د اهي يا بابا على السطر، حرف الدال قاعده على السطر مش اي مشكله، واقول له ايه روح وصل دي بدي اهي اهي. اظن كده مش اسهل من كده. يبقى كده كتبنا التاء المربوطه والتاء المفتوحه. التاء المربوطه اللي هي قبليها حرف غير على الضاد، اكتبها ازاي؟ اهي شرطه على السطر اهي قلبي، اقول له اطلع لي فوق، وقبل ما اكمل وما نجيش بقى من هنا كده وانا عامله كده، اسيب من هنا حوالي حته صغنونه كده والف. يبقى تاني التاء المربوطه تاني، التاء المربوطه تاني لو سمحتوا رجاء معايا اهي، شرطه على السطر اهي اطلع منها لفوق واروح ايه عامله ايه الايه الكحكه بتاعتها. والتاء المربوطه المفرده اهي تاني اهي دال سهله اهي، حرف الدال عادي خالص، واروح ايه قافلاها من هنا كده اهي وراح عامله الايه النقطتين. طيب التاء الطبقيه، التاء الطبقيه تاني، التاء المفرده تاني، التاء المفرده تاني، ما ينفعش اخلي ابني ابص الاقيه بيعمل كده واقول ايه. المهم انه بيكتبها صح، المشكله مش في حرف التاء، المشكله بعد كده لما يتعلم يبدا يخلص الحروف ويدخل على الكتابه هيغلبك جدا وهيفرهدك جدا، لان هتلاقيه كل الكلمه بيكتبها بالمنظار من الشمال لليمين، بيكتبها صح، بيكتب الكلمه في الاخر الفينش بتاعها صح، ولكن طريقه الكتابه بتاعته هتكون غلط وهتغلبك جدا جدا جدا، وخطه مش هيبقى احسن حاجه. فاسمعي مني والله والله الحاجات دي كلها وردت قدامي بكتره كمان. طيب كده غلط زي ما قلنا، ما ينفعش يجي الشمال من اليمين من الشمال لليمين. طيب اعمل ايه؟ قدامنا طريقتين ركزي معايا. اول طريقه اهو خط على السطر اهو وادي ايه الدراعين اهو وادي النقطتين. طيب الطريقه الثانيه طبعا ما بفرضش طريقه معينه،
انا زي ما قلت لك دي طريقتين في الكتاب اهو، ايهما اقرب لطفلك استخدميها. الطريقه الثانيه واحد صغنون اخره واقف على السطر، ما ينزلش تحت السطر خالص، واخد منه وامشي على السطر اهو، واروح طالع الدراع الثاني، وادول نقطتين سهلين. يبقى احنا كده شرحنا التاء المفرده والتاء المربوطه اللي هي المفرده برضو، والتاء المربوطه ولكن اللي هي قبليها حرف غير عضاد. خلصت واتدربت طفلك على حرف التاء، وخلصت عرفتي كل اشكال حرف التاء معاه. تعالي بقى بسرعه ندخل